أهلا بيكم يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير. نورتوا قناة قصص واعترافات. حكايتنا النهاردة قصة اعتراف أحد المتابعين كما جاءت على لسانه، وهو بيحكي وبيقول: أنا شادي وصاحبي يوسف، واللي حصل من الأول. يوسف أصغر مني بشوية، عنده 38 سنة، بس فرق السن ده ما كانش مؤثر علينا خالص. بالعكس، أنا بعتبره أخويا الصغير اللي كبر قدام عيني، وهو جاري من زمان واتجوز في شقة والده الله يرحمه، وقعد مع والدته لحد ما توفت السنة اللي فاتت. سميرة مراته ست بيت شاطرة جدا ونظيفة، والأهم من ده جمالها البلدي اللي يخطف العين. تقدروا تقولوا كده شبه نورة في فيلم العار، بيضة بحمار وملفوفة ومقلوظة، حاجة قشطة من الآخر. كان يوسف دايما بيعزمنا في كل مناسبة ومن غير مناسبة أنا ومراتي، وكنا بنرد. بس للأمانة سميرة كانت أشطر من مراتي بكتير، ست فعلا تتحب وتتحسد عليها. وبحكم الثقة يوسف كان بيعتبرني أخوه الكبير، بيحكيلي الصغيرة والكبيرة ومشاكله في الشغل والبيت، لدرجة إنه بدأ يحكيلي عن أدق تفاصيل حياته الشخصية والليالي الحلوة مع مراته. في يوم جالي يوسف وهو شايل طواجن سته، بين عليه الضيق والزعل. قعدت أهدي فيه لحد ما بدأ يفضفض. قلت له: في إيه يا عم، مالك شايل هموم الدنيا كلها فوق كتافك كده ليه؟ قال لي: اسكت يا شادي، مش عارف أقولك إيه ولا أبدأ منين. قلت له: قول وفضفض، إحنا أخوات وأكتر يا راجل. قال لي: طبعا، ولولا كده ما كنتش فكرت فيك أول واحد. قلت له: إيه الموضوع؟ قال لي: حياتي كانت مستقرة وماشية تمام، لغاية من شهر كده لقيت نفسي زهقان ومليت من الدنيا والعيال، وحتى من مراتي كمان. قلت له: يا راجل حرام عليك حرام عليك، دي سميرة أجدع ست، يا بختك بيها مفيش زيها. قال لي: ما هي دي المشكلة يا صاحبي. قلت له: مراتك هي المشكلة؟ قال لي: للأسف آه. قلت له: فهمني بالراحة وقول لي كل حاجة كأنك بتكلم نفسك. قال لي: فعلا. قلت له: حاسس إني بكلم نفسي وأنا معاك. قلت له: قلقتني يا صاحبي، إيه اللي حصل؟ قال لي: مرة واحدة ومن غير مقدمات، رغم جمال وشطارة سميرة، إلا إني حسيت بملل رهيب رهيب، لدرجة إني ما بقتش أحس بيها كأنثى. فاهم قصدي؟ قلت له: أنت اتجننت؟ دي فيها كل المواصفات اللي يتمناها أي راجل. قال لي: أهو ده اللي حصل، ومش لاقي أي تفسير لحالتي دي. قلت له: وعايز إيه طيب؟ قال لي: مش عارف، تفتكر عندك حل للمصيبة دي؟ قلت له: ولا مصيبة ولا حاجة، ما تكبرش الموضوع، مع الوقت الأوهام دي هتروح، بس حاول تجدد في حياتك. قال لي: إزاي؟ قلت له: هات لها هدايا، اخرجوا تفسحوا، سافروا، في كذا طريقة تكسروا بيها الملل ده. قال لي: عملت كل ده ومفيش فايدة، حتى هي لاحظت وحاولت تجدد بفرش جديد وأكل مختلف ولبس جديد، وبرضه مفيش تغيير. قلت له: تحب تيجوا تسهروا عندنا بكرة، وأنا هخلي مراتي تفرفشها لك شوية وتغير لها جو؟ قال لي: تفتكر مراتك هتقدر تلاقي حل؟ أنا قلت له: نجرب، مش هنخسر حاجة، وهم بيرتاحوا لبعض كأنهم إخوات. قال لي: ماشي، هقول لسميرة ورد عليك. أنا قلت له: مستنيكم بكرة، وهي مش هتمانع. قال لي: تمام يا صاحبي. مشي يوسف الساعة 2 بالليل، ومراتي سألتني: في حاجة ولا إيه؟ ماله يوسف؟ قلت لها: شوية مشاكل في الشغل والبيت، المهم أنا عزمتهم بكرة يسهروا عندنا، جهزي عشاء خفيف وتسالي. قالت لي: ماشي يا أخويا، هات الحاجات وانت جاي من الشغل. تاني يوم جم الساعة 10 بالليل، يوسف كان لسه مكشر ومش في المود. قعدنا نلعب طاولة في الصالة، وقلت لمراتي: خدي سميرة جوه عشان تاخدوا راحتكم، وغمست لمراتي تظبطها وتغير مودها. بعد شوية يوسف قال لي: ما تخليهم يجوا هنا، حبسهم جوه ليه؟ قلت له: اصبر على رزقك. ربع ساعة وخرجوا علينا أحلى مزتين بنيو لوك جديد، أنا ويوسف بلمنا من غير ولا كلمة. قعدت كل واحدة جنب جوزها وإحنا مبهورين. مراتي وشوشتني: إيه رأيك؟ أقوم أرقص وفرفش القعدة؟ لقيتها فرصة أغير مودي أنا كمان. مراتي خرجت بلبس بيت مقسم على وسطها قال لي: ومبين ماشي، جمالها، بس انتوا ولقيت كده يوسف هتنشغلوا. عينه ما نزلتش من عليها، رغم أن مراته سميرة أجمل وجسمها أحلى، بس هو كان مركز مع مراتي، وأنا كنت مبهور بجمال سميرة. رقصت مراتي ويوسف مبهور، لحد ما قلت له: ادخل جوه أنت وسميرة،
وأنا ومراتي هنقعد هنا لغاية ما تخلصوا. بعد ما قلتله كده يوسف بصلي بصة غريبة، كأنه كان مستني الكلمة دي بفارغ الصبر. بص لسميرة وشدها من إيدها، وزية كانت وشها أحمر من الكسوف وبتبص للأرض، ودخلوا الأوضة وقفلوا الباب. أنا قعدت في الصالة مع مراتي، بس عقلي ما كانش معاها خالص، كان مع سميرة اللي جوه. مراتي كانت لسه في المود وبدأت تاني وتقولي: إيه يا شادي، مش كفاية رأس ولا إيه؟ قلت لها: لا يا حبيبتي، ده انتي كنتي زي القمر، لدرجة إن يوسف ما كانش قادر يشيل عينه من عليكي. مراتي ضحكت بدلال وقالت لي: ما أنا خدت بالي، بس انت كمان عينك ما كانتش بتنزل من على سميرة، ولا فاكرني مش واخدة بالي؟ قلت لها: بصراحة يا مراتي، سميرة النهاردة كانت حالة تانية خالص. اللوك اللي عملتوه لبعض ده جنن الراجل وجنني أنا كمان. بدأنا نسمع من ورا الباب صوت يوسف وهو بيتكلم مع سميرة. صوته كان هادي ورايق، باين إن الملل اللي كان بيحكي عنه بدأ يدوب. مراتي قربت مني وقالت لي: تفتكر يوسف هيشكرني بعد الليلة دي؟ قلت لها: ده هيشكرك ويبوس إيدك كمان، انتي رجعتيله الروح اللي كانت غايبة عنه. مراتي فضلت تسيرني في الكلام، بس أنا كنت سامع همساتهم جوه، وكنت بتخيل سميرة بجمالها اللي ياخد العقل وهي مع يوسف. الفضول كان بيقتلني أعرف هل فعلا يوسف قدر يكسر حاجز الملل ولا لسه بيفكر في مراتي. بعد حوالي ساعة الباب اتفتح وخرج يوسف وهو وشه بيضحك ومنور، وسميرة وراه وشها زي الوردة المفتحة. يوسف قال لي: بقولك يا شادي، أنا مش عارف أشكرك أنت ومراتك إزاي، بجد كانت أحلى سهرة والواحد حاسس إنه اتولد من جديد. أنا قلت له: يا عم إحنا إخوات، وأهم حاجة إنك فكيت التكشيرة دي. بصيت لسميرة لقيتها بتبتسم لي ابتسامة خجولة، وكأنها بتشكرني بنظرات عينيها على الخطة اللي عملناها. يوسف سلم عليا بحرارة، وقبل ما ينزلوا قال لي: السهرة دي لازم تتكرر يا صاحبي، الموضوع طلع فيه سر كبير. قلت له: في أي وقت، البيت بيتك. نزلوا وهم ماسكين إيد بعض، وقفلت الباب وبصيت لمراتي وقلت لها: تفتكري يا مراتي يوسف فعلا اتغير ولا هي مجرد فورة وقتية؟ قالت لي: يوسف اتغير فعلا، اللي أنا متأكدة منه إن سميرة هي اللي لفتت نظرك أنت النهاردة أكتر من يوسف. بعد ما يوسف وسميرة نزلوا فضلت الكلمات اللي مراتي قالتها بترن في ودني: سميرة لفتت نظرك أنت يا شادي. بصراحة ما كدبتش خبر، جمال سميرة في الليلة دي كان طاغي، بس اللي كان شاغل بالي أكتر هو يوسف ونظراته لمراتي وهو خارج. عدى يومين ولقيت يوسف بيخبط على بابي في وقت متأخر، بس المرة دي ما كانش مهموم، كان باين عليه الانبساط والجرأة الزيادة. قلت له: إيه يا عريس، طمني، الأخبار إيه بعد سهرة أول امبارح؟ قال لي: يا شادي يا أخويا، أنا مش عارف أقولك إيه، السهرة دي قلبت كياني، بس في حاجة غريبة حصلت. قلت له: حاجة إيه؟ قلقتني. قال لي: عارف يا صاحبي، وأنا جوه مع سميرة كنت حاسس بنشاط مش طبيعي، ولما سألت نفسي ليه اكتشفت إن صورة مراتك وهي بترقص باللبس ده ما كانتش بتفارق خيالي. أنا اتصدمت من صراحته، بس ما قدرتش أنكر إن كلامه حرق فضول غريب. قلت له: يا راجل، ده كلام يتقال برضه، دي مرات أخوك. قال لي: يا عم إحنا أخوات فعلا ومفيش بينا مخبة. أنا قلت لسميرة كده على فكرة، وسميرة كمان اعترفت لي إنها شافت نظراتك ليها، وقالت لي إنها كانت مبسوطة إنها لفتت نظرك. أنا بلعت ريقي بصعوبة، والموضوع بدأ ياخد شكل لعبة جريئة بينا. قلت له: وبعدين يا يوسف، ناوي على إيه؟ قال لي: ناوي إننا نكرر السهرة، بس المرة دي بلاش طاولة وبلاش قعدة صالة. إيه رأيك بكرة سميرة تيجي تقعد مع مراتك، وأنا وإنت ننزل نجيب عشاء ونسيبهم يجهزوا لليلة ما حصلتش؟ قلت له: تفتكر سميرة موافقة؟ قال لي: سميرة هي اللي اقترحت نلبس ألوان زي بعض ونعمل جو جديد. يا شادي، إحنا كسرنا الملل، بس عايزين نكسر السقف خالص المرة دي. تاني يوم جم الساعة 9، ومراتي كانت مجهزة نفسها هي كمان وكأنها فاهمة اللعبة.
يوسف غمزلي ونزلنا فعلا نشتري حاجات، وفي السكة قال لي بقولك إيه يا صاحبي، ما تيجي النهاردة نسهر سهرة مفتوحة، يعني اللي عينه تروح على حاجة ما يتكسفش، إحنا أخوات والبيوت أسرار. رجعت البيت وقلبي بيدق. دخلنا لقينا سميرة ومراتي قاعدين، والمرة دي اللبس كان خارج التوقعات تماما. سميرة كانت لابسة عباية بيتي سودة شفافة شوية ومجسمة، ومراتي كانت في قمة شياكتها. يوسف بص لمراتي وقال لي بصوت مسموع: يا بختك يا شادي باللي عندك. رحت رادد عليه وباصص لسميرة: وانت يا يوسف اللي عندك يخلي الصخر ينطق. الجو بقى مشحون جدا والضحك زاد، وبدأنا نقعد كلنا قريبين من بعض، وكل واحد بدأ يلمس إيد مرات التاني بالغلط وسط الكلام، ومحدش كان بيعترض، بالعكس كان في قبول صامت غريب بيخلي الواحد دمه بيغلي. فجأة يوسف قال لي: بقولك إيه يا شادي، ما تقوم ترقص أنت وسميرة المرة دي على الأغنية دي. ما يوسف قال الجملة دي الدنيا لفت بيا. بصيت لسميرة لقيتها بتبتسم ابتسامة فيها تحدي ودلال، وقامت وقفت وقالت بصوت ناعم: وأنا جاهزة يا أستاذ شادي، لو مش هتمانع يعني. قلت له: يا يوسف أنت متأكد؟ دي سميرة يعني. قال لي: يا عم احنا بنهزر وبنفك عن نفسنا، قوم يا شادي. قمت وقفت، وسميرة قربت مني جدا، ريحة عطرها كانت قلب الكيان. بدأنا نتحرك على مزيكا هادية، وكنت حاسس إن يوسف عينه ما نزلتش من علينا، بس الغريب إنه كان بيضحك ومبسوط، ومراتي كمان كانت قاعدة جنبه وبتشجعه. سميرة قالت لي بصوت واطي ومسموع ليا أنا بس: على فكرة يا شادي، يوسف حكالي كل حاجة قلتها له عني، وحكالي إنك كنت هتموت تشوفني باللوك ده. قلت له: بصراحة يا سميرة انتي اللي يشوفك وما يتجننش يبقى مش راجل. قالت لي: طيب ما انت كمان زي القمر، ومراتك محظوظة بيك. في اللحظة دي يوسف قام وشد مراتي من ايدها وبدأ يرقص معاها هو كمان في الناحية التانية من الصالة. الجو في الشقة اتغير تماما، والأنوار كانت هادية، والحدود اللي كانت موجودة السنين اللي فاتت بدأت تدوب في ثواني. يوسف وهو بيرقص مع مراتي قرب من ودنها وبدأ يهمس لها بكلام، ومراتي كانت بتضحك وتتدلع عليه. أنا كنت شايف المشهد ده ومش عارف أحس بإيه، بس جمال سميرة بين إيديا كان مخليني مش قادر أفكر في أي حاجة تانية. فجأة يوسف وقف وقال بصوت عالي شوية: بقول لكم إيه، إحنا ليه حارمين نفسنا من السعادة؟ إيه رأيكم الليلة دي ما يبقاش فيها مراتي ومراتك؟ إيه رأيكم الليلة دي نكون كلنا واحد؟ مراتي قالت له: يعني إيه يا يوسف؟ تقصد إيه؟ قال لي: أقصد إن شادي يدخل مع سميرة الأوضة، وأنا هفضل هنا مع شيرين مراتي، وكل واحد فينا يجرب شعور جديد، ومن غير زعل، إحنا اخوات والسر في بير. أنا اتسمرت مكاني وبصيت لسميرة، لقيتها بتبصلي بنظرة كلها موافقة وشوق. بصيت لمراتي لقيتها بتبصلي كأنها بتستأذني، وفي نفس الوقت عينيها بتقول إنها معجبة بجرأة يوسف. قلت له: أنت بتتكلم بجد يا يوسف؟ أنت واعي للي بتقوله؟ قال لي: واعي جدا، دي الطريقة الوحيدة اللي هنكسر بيها الملل للأبد، ونفضل حبايب وأصحاب. ها، قلتوا إيه؟ سميرة مسكت إيدي وضغطت عليها وقالت بصوت يدوب الحجر: أنا موافقة يا يوسف، لو شادي موافق. جه يوم الجمعة الموعود، وطول الأسبوع ده كان التواصل بيني وبين يوسف وبين شيرين وسميرة واخد شكل تاني خالص، رسايل وكلام فيه تلميحات خلتنا كلنا مستنيين السهرة دي على نار. جهزنا نفسنا ورحنا ليهم البيت الساعة 9 بالليل. أول ما فتحت لنا سميرة بلمت مكاني، كانت لابسة فستان بيت تايجر ضيق جدا ومبين كل تفاصيل جسمها، وحاطة مكياج صاخب يجنن. ويوسف استقبلنا وهو لابس ترنج شيك وكان في قمة الانبساط. يوسف قال لي: نورت بيتك يا شادي، النهاردة السهرة عندنا، والقوانين انتوا عارفينها، مفيش قوانين.
دخلنا وقعدنا، وسميرة كانت بتتحرك في البيت بخفة ودلع، وكل شوية تقرب مني وهي بتقدم العصير وتلمس كتفي بالقصد. شيرين كمان كانت واخدة راحتها جدا مع يوسف، وبدأوا يتكلموا في ذكريات عديمة ويضحكوا. يوسف قال لي: بقولك إيه يا صاحبي، أنا جهزت الأوضة الجوانية ليكي أنتي وسميرة، وجهزت شريط كاسيت فيه أغاني هادية عشان تاخدوا راحتكم على الآخر، وأنا وشيرين هنقعد في البلكونة شوية نشم هوا ونكمل سهرتنا. أنا قلتله: أنت كريم يا يوسف، وأنا بجد مقدر ذوقك ده. قمت مع سميرة ودخلنا الأوضة، كانت مجهزة بخور وشموع وإضاءة حمرة خفيفة خلت الواحد ينسى اسمه. سميرة لفت إيديها حوالين رقبتي وقالت لي: وحشتني يا شادي، الأسبوع ده مر عليا كأنه سنة. ويوسف مأمن لنا كل حاجة، حتى العيال عند ستهم. بدأنا نعيش ليلة تانية خالص، بس المرة دي كانت أقوى بكتير من المرة الأولى، لأن الحاجز انكسر تماماً وبقينا فاهمين بعض أكتر. وفي وسط السهرة سميرة قالت لي كلمة غريبة: عارف يا شادي، يوسف اقترح عليا إننا نثبت يوم في الأسبوع للموضوع ده، ونبدأ نخرج مع بعض كأننا عيلة واحدة كبيرة. إيه رأيك؟ أنا قلتله: أنا موافق طبعاً، بس المهم نفضل محافظين على السر ده بينا. خرجنا بعد فترة، لقينا يوسف وشيرين في قمة الانسجام، والجو كان فيه حالة من الرضا العام. يوسف قام حضني وقال لي: يا شادي، إحنا كده عرفنا معنى الحياة بجد، والملل اللي كنت بشتكي منه بح ملوش وجود. مرت الشهور وبقت علاقتنا ببيت يوسف وسميرة هي المحور الأساسي لحياتنا. ثبتنا سهرة الجمعة دي كأنها فرد، والناس في المنطقة بدأوا يلاحظوا إننا دايماً مع بعض، خروجاتنا واحدة وسفرنا واحد، وحتى لبسنا بقى فيه تناسق غريب. في يوم وإحنا قاعدين كلنا في المصيف في شقة يوسف اللي في الإسكندرية، الجو كان شاعري جداً والبحر قدامنا. يوسف قعد جنبي على البرندة، ومراتي وسميرة كانوا جوه بيجهزوا المايوهات عشان ننزل البحر بالليل. يوسف قال لي: عارف يا شادي، ساعات بسأل نفسي إحنا ليه ما لقيناش الحل ده من زمان؟ أنا حاسس إن سميرة بقت بتحبني أكتر بكتير من الأول، تفتكر ليه؟ قلت له: عشان التجديد يا يوسف. لما سميرة بتشوف نظرة الإعجاب في عيني، ده بيديها ثقة في نفسها قدامك، ولما أنت بتهتم بشيرين، أنا بحس إن شيرين رجعالي بروح جديدة وكأننا لسه متجوزين. قال لي: عندك حق، بس في حاجة بدأت تقلقني. قلت له: خير يا صاحبي؟ قال لي: بدأت أحس إن سميرة بقت بتسأل عنك كتير في الأيام اللي مش بنتقابل فيها، وبقت بتهتم بتفاصيل لبسك وأكلك. أنا مش غيران، بس خايف المشاعر تتلخبط واللعبة تقلب جد. في اللحظة دي خرجت سميرة وهي لابسة كاش مايو قصير جدا، وقالت بضحكة رنانة: بتتوشوشوا في إيه يا رجالة؟ لا يكون شادي بيسحبك مني يا يوسف. يوسف ضحك وقال لها: ده أنا اللي خايف لا يسحبك هو مني يا سميرة. سميرة قربت مني وغمزت لي وقالت بصوت مسموع: وماله، ما احنا كلنا واحد، ولا إيه يا أستاذ شادي؟ نزلنا البحر بالليل والمية كانت دافية، وبدأنا نلعب ونضحك وسط الموج. وفي وسط الزحمة والصمت سميرة قربت مني تحت المية وهمست لي: يوسف ما يعرفش إنك بقيت في خيالي أكتر منه. الليلة دي لما الكل ينام استناني في المطبخ، عايزة أقولك حاجة مهمة. أنا قلبي بدأ يدق، وبدأت أحس إننا دخلنا في مرحلة أخطر من مجرد تغيير ملل. الليلة دي كانت مختلفة، والصمت اللي كان بيني وبين سميرة تحت المية كان وراه عاصفة. لما رجعنا الشقة وكل واحد دخل أوضته، فضلت صاحي ومستني. الساعة جت 3 بالليل، قمت ببطء وخرجت للمطبخ، ولقيت سميرة واقفة هناك. شادي، أنا ما بقتش قادرة أستنى ليوم الجمعة، أنا عايزة نلاقي طريقة نتقابل فيها لوحدنا من غير يوسف ومن غير شيرين، تفتكر ده ينفع؟ أنا وقفت قدام سميرة في المطبخ، والسكوت كان سيد الموقف، والتوتر مالي المكان. كلامها كان صادم،
لأننا كده هنكسر الاتفاق اللي بيننا وبين يوسف وشيرين، وهنتحول من تجديد في إطار الصحوبية لخيانة صريحة. أنا قلت له: يا سميرة، اللي بتقوليه ده خطر جدا. يوسف صاحبي وأخويا، وهو اللي فتح لنا بيته وقلبه. لو عملنا كده من وراه هنخسر كل حاجة. قالت لي وهي بتقرب مني وبتبص في عيني بتحدي: أنا مش قصدي نأذيه، بس أنا محتاجة أحس إنك ليا لوحدي، ولو لساعة واحدة، من غير ما نكون بنمثل أو بنعمل ده عشان نفرفش القعدة. مشاعري ناحيتك بقت حقيقية يا شادي، مش مجرد لعبة. في اللحظة دي سمعنا صوت رجلين بره في الصالة، وفجأة النور اتفتح ويوسف دخل المطبخ عشان يشرب. أنا وسميرة اتسمرنا مكاننا والدم هرب من عروقنا. يوسف بصلنا باستغراب وقال: إيه ده؟ انتوا صاحيين بتعملوا إيه هنا في الضلمة؟ سميرة بذكاء الستات وسرعتها ردت وقالت: أبداً يا يوسف، أنا جيت أشرب ولقيت شادي هو كمان عطشان، وبنقول يا ترى بكرة هنفطر إيه. يوسف بصلنا بنظرة فحصة وكأنه شك في حاجة بس حب يعديها، وقال بهدوء: طيب يا جماعة، اشربوا وناموا عشان ورانا يوم طويل بكرة على البحر. الليلة دي عدت بستر ربنا، بس أنا عرفت إننا وصلنا للنهاية. لما رجعت أوضتي قعدت أفكر في كل اللي حصل، إزاي بدأنا بمشكلة بسيطة وملل، وانتهينا بدوامة ممكن تهدم بيتين وتخرب حياة عيلتين. عرفت إن اللعب بالنار لازم هيحرق صاحبه في الآخر، وقررت من الليلة دي إننا لازم نرجع لخطوات ورا ونقفل الباب ده قبل ما الفضيحة والندم يغطوا على كل حاجة. نهاية القصة. وهنا بتنتهي حكاية شادي ويوسف، الحكاية اللي بدأت بالثقة وانتهت على حافة الخيانة والضياع. تعليق على القصة ونصيحة للمشاهدين: هذه القصة بتسلط الضوء على فخ بيقع فيه بعض الناس لما بيحاولوا يحلوا مشاكلهم الزوجية بطرق غير سوية أو غريبة عن قيمنا ومجتمعنا. الملل الزوجي شيء طبيعي وممكن يحصل في أي بيت، بس علاجه بيكون بالتقرب من بعض، بالحوار الصريح، وبالبحث عن اهتمامات مشتركة، مش بإدخال أطراف تالتة في أخص خصوصياتنا. الثقة المفرطة وفتح باب البيوت والأسرار الدقيقة للأصدقاء حتى لو كانوا زي الإخوات غلطة كبيرة. البيوت ليها حرمة، والخصوصية هي السور اللي بيحمي أي علاقة ناجحة. اللعب بالمشاعر خطر جداً، اللي بيبدأ بهزار أو تجديد ممكن ينتهي بمشاعر حقيقية بتدمر الاستقرار، لأن النفس البشرية ضعيفة والفضول ممكن يجر وراه كوارث. النصيحة: حافظوا على بيوتكم وحلوا مشاكلكم جوه غرفكم المقفولة. التجديد الحقيقي بيبدأ من القلوب مش من تغيير الوجوه. الخيانة ملهاش مبرر، والطرق المختصرة للسعادة غالباً بتهدم أكتر ما بتبني.